يعني ايه؟ يعني ايه ضغط على إبالة كما يقال. يسأل برضو سائل يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين حديث زيد بن أرقم الذي راه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض من الرمضاء، الفصال البعير الذي فصل عن أمه، كان بيرضع لبن وبعدين ايه اتفطم، يعني تلاقي الخف بتاعه طري مش زي أمه ولا زي أبوه، إذا كان له أب يعني. الخف بتاع الجمال البعران الكبيرة دي من كتر ما مشيت على الصحراء ومشيت، فقام ايه الخف من تحت زي ما يكون مات، فبيقوم يتحمل حرارة الايه الجو، حرارة الرمل وهو ماشي عليها ومحمل وبتاع فيواصل. إنما الفصيل ده لسه الخف بتاعه من تحت طري، فيقوم لو مشي على الرمل ما يستحملش الايه الحرارة، فيقوم يتنطط على الرمل علشان ما يقدرش يثبت الخف بتاعه مثلا 5-6 ثواني على ما ينقل رجله، فيقوم يتنطط وهو ماشي ايه. فهو ده صلاة الأوابين في ذلك الوقت الذي تبدأ في حرارة الشمس في الاشتداد، فيقوم يسخن الرمل، فيقوم الفصيل ما يعرفش يمشي بثبات كأمه مثلا، فيقوم يتنطط على الباب. ده احنا ممكن نقدره بمثلا من الساعة 9 للساعة 11:30 مثلا، أو 9:30 ل11:30. وسميت صلاة الأوابين برضو فضلها فضل كبير، لأن في هذا الوقت هو ذروة السعي على المعاش في الدنيا. تلاقي الموظفين في شغلهم والتجار في تجارتهم واللي مش عارف فلاحين في أراضيهم والبتاع والكلام ده، قل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت. عشان كده ايه يقوم يختص اللي يصلي في الوقت اللي معظم الناس لا يصلون فيه بسبب الانشغال عن المعاش، يقوم ايه يبقى يدخل ياخد ايه يعني فضل هذا.